هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. من أهداف إذاعة الوفاق تحكيم الدستور واستتباب العدل، تحقيق المساواة لدى كافة أبناء الوطن، والعيش في ظل الاحترام المتبادل. كما تهدف إلى العمل على إسقاط النظام الهقدف الجائر، وإنشاء كيان يسوده العدل والإنصاف، وتهدف أيضا إلى تمكين الشعب من امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية لبلده، والعيش للشعب الإريتري بالمساواة والسلام والوئام والاحترام المتبادل، وإبعاد نظام هقدف من السلطة، وإحقاق العدل، وتشجيع شعبنا في الداخل والخارج لمواكبة قضايا البلد مجتمعين. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق أحييكم وأقدم لحضراتكم حصاد الأسبوع، ونستهله بأبرز العناوين. بأمر من الجبهة الشعبية اختطاف مواطن إريتري يدعى إسياس هبتي من مدينة جوبا، وأنصار الهقدف يقيمون مهرجانا مجونيا في منطقة بي إيريا غرب الولايات المتحدة الأمريكية. منظمة حقوق الإنسان الهيومن رايتس ووتش تصدر بيانا بشأن الخدمة الوطنية الأبدية في إريتريا. تلكم كانت عناوين النشرة، تفاصيلها من إذاعة الوفاق، يقرأها عليكم الحسن إبراهيم. اختطف المواطن إسياس هبتي من مدينة جوبا بتعليمات من الهقدف، حيث قام سفير إريتريا بجنوب السودان يوهانس تخلميكيل وبالتعاون مع أفراد الأمن باختطاف إسياس هبتي وترحيله قسرا إلى إريتريا بواسطة الخطوط الجوية الأثيوبية. وسبق للسفير المذكور أن حاول في الماضي خطف إريتريين من جنوب السودان، والسفير المذكور معروف بابتزازه للإريتريين المقيمين في جنوب السودان، وقاس في المعاملة، ومن أشد الخدام والمتفانين لنظام سياسي. وكل من يعارض هذا السفير يكون مصيره الخطف والترحيل إلى إريتريا. ولذا الإريتريون في جنوب السودان يعيشون في خوف دائم. ومع أن من أبجديات عمل السفارات هو خدمة أبناء الجالية في المهجر، إلا أن سفارات نظام سياسي يمتداد لنظامه القمعي والبربري حتى في خارج البلاد. عقد في الأسبوع الماضي في منطقة الشاطئ الغربي للولايات المتحدة الأمريكية بي إيريا
عقد أنصار النظام البربري مهرجانا صاخبا، لكن الشباب دعاة العدالة تصدوا لذلك المهرجان المجوني والصاخب. ورغم أن مكان المهرجان أخفي عن الجماهير حتى يومين قبل تاريخ المهرجان، مما يدل على تخوف أنصار النظام من شباب دعاة العدالة. إضافة إلى ذلك فإن هيجدف دعا أنصاره من كل الولايات 50، مع أن الذين تصدوا للمهرجان كانوا فقط من أبناء منطقة الشاطئ الغربي. وما يبعث مشاعر الفرح أن الذين تصدوا للمهرجان شباب إريتريون ولدوا وترعرعوا خارج الوطن، وكانوا في الماضي ضمن شبيبة هيجدف، إلا أنهم في الوقت الحاضر انضموا إلى كتلة دعاة العدالة ورددوا هتافات العدالة لشعبنا أمام وجوه زملائهم وأصدقائهم الذين لا يزالون مع هيجدف والذين حضروا للمشاركة في المهرجان، حيث كانوا يرددون ويحملون لافتات: من حق شعبنا أن ينعم بالحرية كما نحن ننعم بالحرية، من حق شعبنا أن ينعم بالحرية كما ننعم نحن بالحرية. وشجبوا الحاضرين الرقص والعربدة متسائلين: أين ضمائركم في تلاعبكم بآلام شعبكم؟ هذه المظاهر من شباب المهجر لتبعث حقا الفخر والاعتزاز في شعبنا والأمل في غد مشرق. أصدرت منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch في الأسبوع المنصرم بيانا حول الخدمة الوطنية الأبدية والتدريبات العسكرية الدائمة في إريتريا. وقد ورد في التقرير أن معظم الشباب وفي السنة التعليمية الأخيرة للثانوية العليا يمضون أوقاتهم في المذاكرة والتحضير الرياضي والاستعدادات للانخراط في مختلف أقسام الفنون والتدريب المهني، إلا أن شباب إريتريا عكس ذلك، فبسبب الخدمة الوطنية الإلزامية والمدمجة بالتعليم العسكري أصبحوا يتأذون جسديا وعقليا، كما ورد في تقرير Human Rights Watch. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. التجنيد الإلزامي يضر بالتعليم. قالت Human Rights Watch في تقرير أصدرته اليوم إن استخدام إريتريا للمدارس الثانوية لتوجيه الطلاب إلى الخدمة الحكومية لأجل غير مسمى والتجنيد الإلزامي للمعلمين يخضع الطلاب والمعلمين للعمل القسري والانتهاكات البدنية. يوثق تقرير: يستعبدوننا ولا يعلموننا آثار الخدمة العسكرية الإلزامية لأجل غير مسمى على حقوق الشباب والوصول إلى التعليم في إريتريا. التقرير الصادر في 84 صفحة يوثق كيف أن الحكومة الإريترية توجه كل عام آلاف الشبان وبعضهم ما زالوا أطفالا قسرا إلى التدريب العسكري حتى قبل الانتهاء من تعليمهم، وبدلا من تطوير مجموعة من معلمي المدارس الثانوية المؤهلين والملتزمين والمتدربين جيدا، تعمد الحكومة إلى تجنيد المعلمين للخدمة لأجل غير مسمى ولا تمنحهم أي خيار بشأن ماذا يدرسون أو أين يدرسون. هذه السياسات لها تأثير مدمر على التعليم وتدفع بالكثير من الشباب إلى الفرار من البلاد. وقالت ليتيسيا بادر، باحثة أولى في قسم أفريقيا في Human Rights Watch: المدارس الثانوية هي في صلب النظام القمعي الرامي للسيطرة على السكان في إريتريا. بعد أن تحقق السلام مع أثيوبيا يتعين أن تليه إصلاحات على صعيد حقوق الإنسان، بدءا بحقوق الشباب وحرياتهم. لم يكن مستقبل التعليم في إريتريا قاتما مثل ما هو اليوم. دعمت حكومة ما بعد الاستقلال التعليم المجاني للجميع، بما في ذلك في المرحلة الثانوية وما بعدها. لكن النزاع الحدودي الدامي الذي دام عامين مع أثيوبيا في عام 1998 والجمود الذي نتج عنه كان لها تأثير مدمر على منظومة التعليم الثانوي. استخدمت الحكومة وضع لا حرب ولا سلم لإجبار نسبة هامة من السكان البالغين على الخدمة الحكومية لفترة غير محددة في مناصب عسكرية ومدنية. قابلت Human Rights Watch 73 طالبا ومعلما بالمرحلة الثانوية
كانوا قد حضروا أو أتموا تجنيدهم في مدارس ثانوية في إريتريا بين عامي 2014 وأواخر عام 2018، وهم الآن يعيشون في المنفى في السودان وأثيوبيا وإيطاليا وسويسرا، وكذلك 18 خبيرا إريتريا ودوليا لدراسة الطبيعة القمعية للخدمة الوطنية وتأثيرها على وصول الشباب إلى التعليم الثانوي. وقد وجدت Human Rights Watch أن الحكومة شرعت في بعض الإصلاحات التعليمية لا سيما في المرحلة الابتدائية والتدريب المهني، إلا أنها رفضت تفكيك النظام القمعي الذي يقوض حقوق الطلاب في الحصول على تعليم جيد. ترسل الحكومة كل عام جميع طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانية الثانوية إلى معسكر ساوى المعزول. يتولى مسؤولون عسكريون مراقبة وإدارة معسكر ساوى، ويفرضون على الطلاب انضباطا على الطريقة العسكرية، يسيئون معاملتهم ويفرضون عليهم عقوبات بدنية بسبب مخالفات بسيطة، إضافة إلى العمل القسري. لخص شاب تجربته في معسكر ساوى في عام 2015 قائلا: إذا دخلت معسكر ساوى فعليك التفكير بعقولهم وليس بعقلك. لم أكن أرى أي مستقبل هناك، لقد فقدت الأمل. يعمد بعض الطلاب المرحلة الثانوية إلى الرسوب حتى يبقوا في الصفوف الدنيا، بينما ينقطع آخرون عن الدراسة، لكنهم يعيشون في خوف من عمليات الاعتقال التي تجريها الحكومة، والتي ينتج عنها إرسال الشباب الذين لا يحملون بطاقة طالب مباشرة إلى التدريب والخدمة العسكرية. عندما يتخرج الشباب يرسلون مباشرة إلى الخدمة العسكرية لأجل غير مسمى أو إلى الكلية، ومنها إلى وظائف حكومية، بما في ذلك التدريس بالمرحلة الثانوية التي يبقون فيها إلى أجل غير مسمى أيضا. رغم أن الحكومة بدأت في صرف أجور إلى جميع معلمي الخدمة الوطنية منذ 2015، إلا أن معلمين قالوا لهيومان رايتس ووتش أنهم ما زالوا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية، وخاصة إذا كانت لهم عائلات. قال رجل يبلغ من العمر 25 عاما أنه تم تعيينه للتدريس في معسكر ساوى قبل أن يفر في عام 2018. قال: إنها خدمة بلا نهاية. إذا تم تجنيدك لتعليم الفيزياء تصير معلم فيزياء مدى الحياة. في العديد من الحالات وجدت هيومان رايتس ووتش أن جودة التعليم في المدارس الثانوية سيئة بسبب هيئة التدريس المتغيبة وغير المحفزة إلى حد كبير، حتى أن العديد من المعلمين يفرون إلى الخارج في بعض الأحيان، ويبقى الطلاب دون معلمين لأسابيع. بالنسبة إلى أغلب الطلاب والمعلمين، الخيار الوحيد المتبقي أمامهم لتجنب هذا النظام هو الفرار من البلاد. يواجه الطلاب والمعلمون الذين يعتقلون أثناء هروبهم خطر الاحتجاز المطول في ظروف مزرية، وأحيانا الإيذاء الجسدي بما في ذلك التعذيب. يشكل الطلاب والمعلمون نسبة هامة من آلاف الإريتريين الذين يفرون إلى المنفى كل عام. بحسب وكالة اللاجئين للأمم المتحدة، فإن العديد من الإريتريين الوافدين إلى أوروبا هم قُصّر غير مصحوبين. يتعين على الحكومة الإريترية أن تدرج ضمن الإصلاحات الحالية في التعليم خطوات ملموسة لتفكيك هذا النظام القمعي. ينبغي لها أن تضع حدا للتدريب العسكري الإلزامي لطلاب المرحلة الثانوية، وأن تضمن عدم تعرض أي شخص دون 18 عاما للتجنيد القسري، مع تعيين أشخاص أكفاء في المناصب التعليمية بمحض إرادتهم. قالت هيومان رايتس ووتش إن على الشركاء الدوليين والإقليميين لإريتريا الضغط على الحكومة حتى تتبنى إصلاحات حقوقية. يتعين عليهم السعي إلى إجراءات ملموسة لتقليص فترة الخدمة الوطنية، تمكين طلاب المرحلة الثانوية من اختيار المكان الذي يكملون فيه الصف 12، فصل التعليم الثانوي عن التدريب العسكري الإلزامي، وتكوين مجموعة من المعلمين المدربين والملتزمين ممن يختارون مهنة التعليم بحرية. قالت بادر: القضاء على الخدمة الوطنية المسيئة ولفترة غير محدودة، كبح المسؤولين العسكريين المتورطين في الانتهاكات، وتمكين الطلاب من تحديد مستقبلهم ستكون أساسية للآفاق المستقبلية لإريتريا. من المستبعد أن يحتاج الأشخاص الذين يستشعرون مستقبلا مشرقا في إريتريا إلى الفرار منها. أيها السادة والسيدات، قرأت على حضراتكم حصاد الأسبوع.
حتى نلتقي بكم في موعد آخر أترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا ثورة من الداخل، رؤية استشرافية، بقلم البروفيسور الدكتور جلال الدين محمد صالح. تأبى الشعوب أن تتجرع مرارة الإهانات إلى ما لا نهاية، وتعجز القيود الحديدية والسلاسل الصماء الصدئة مهما أحاطت بالأقدام والأيدي والأعناق أن تقتل في الأنفس الحرة روح الثورة على الظلم، وأن تكبت إرادة الخروج على البغي والعدوان. فهل في الأفق الأريتري ملامح ثورة تندلع من الداخل قريبا، أو ربيع أريتري تتفتح زهوره؟ الشعب الأريتري كغيره من الشعوب الأبية وبما له من تاريخ زاخر بالمجد والكبرياء ما زال يثور على الجبابرة وقساة الطغاة. ومن هنا لا يستغرب ولا يستبعد من شبابه في الداخل مبادرا والخارج مناصرا أن يكسر يوما جدار الصمت ويهزم في نفسه دواعي التردد ويحطم حاجز الرعب ليفاجئ الطاغية بما لم يكن في حسبانه. فلن يطول سباته أكثر مما طال لأسباب منها تآكل النظام من داخله مهما بدا معافى، وانسداد الأفق السياسي أمامه، وإفلاسه الكلي في طرح المبادرات، وتزايد وعي الشعب بضرورة التغيير. والمتوقع في مثل هذا الظرف الحرج ووجود هذه العوامل أن تعود الأيام بهذا الشعب إلى رشاقته الأولى لتنشط به من جديد كما ينشط المحموم إثر وعكة تصيبه، ولتدفع به إلى ساحات الاحتجاج في ربيع أريتري صامد أمام تحديات الدولة العميقة. وبهذا لا محالة إن درجة حرارته تتصاعد وتتعالى حتى الغليان، لنراها مجسدة في هبة جماهيرية شجاعة تعم كل المدن الإريترية. في هذه اللحظة من تاريخ تدافعنا ضد الشيفونية الأكسومية الحاكمة تتمكن الجماهير الثائرة من الإتيان على قواعد الطغيان لتقتلعه من جذوره وتلتهم ما صنع من أفك ودجل وباطل وتضليل، ولتستأنف بعد ذلك مسيرة عهد جديد في ظل نظام مدني لابد أن تكون أول خطوة فيه مصالحة وطنية شاملة تعالج كل ما أفسده عهد الطغيان البائد الزائل وما زرعه من فتن وارتكبه من جرائم، وترسم معالم نظام سياسي جديد يجعل من السلطة والثروة حقا مشاعا بين الجميع، ومن العدالة الحقيقية قاعدة متينة يرتكز عليها هذا النظام السياسي، ومن السلام والاستقرار أساس التنمية المستدامة، ومن الحروب آخر الحلول لا يركب أسنتها ويدق طبولها إلا اضطرارا، ومن الشعب الإريتري بكل فئاته شعبا متماسكا متصالحا أولا مع نفسه ثم مع جيرانه من غير تفريط في سيادته الوطنية وإجحاف في حقوق الآخرين. ويبدو من التأمل في واقع الحال إن شروط الثورة في المجتمع الأريتري شرعت تشق طريقها إلى التوافر والاكتمال، وإن موانعها آخذة إلى الاختفاء والانتفاء. فشأن الثورة كالساعة قدر محتوم لا مهرب منه، تأتي هكذا بغتة وتفاجئ الطغاة بغتة وهم لاهون هائمون بكل واد فرحين بما أوتوا من قوة البطش وما طوقوا به أنفسهم من حصون الحماية الأمنية. ظنوا أنها مانعتهم من الله، والثورة تبدأ همس بين اثنين ثم تتسع دائرتها لتشمل قطاعا أكبر يوزع منشوراتها المحرضة في الطرقات وعلى الجدر إلى أن تكبر كلما تدحرجت بين الأزقة والأحياء والأسواق مثل كرة الثلج.
وساعتها تفرض إرادتها على الجميع وتستعصي على كل وسائل القمع، فينضم إليها من ينضم من قيادات في الجيش ورؤساء في الأقاليم وأساتذة في المدارس وطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بنين وبنات، رجال ونساء، وعلماء المسلمين ورجال دين مسيحيين، كلهم يقولون بصوت واحد للثورة نعم، وكلهم يهبون معا وكأنهم على قلب رجل واحد. وإزاء هذا التطور لا بد أن تجد ثورة الداخل القادمة والمتوقعة في قابل الأيام معاضدة من الخارج من ثوار المهجر يناصرونها بتظاهرات حاشدة، وطبيعي جدا أن يستقبل ثوار المهجر ثورة الداخل بهذه المؤازرة والمساندة لما يرونه فيها من بزوغ فجر جديد لعهد جديد طالما انتظروه بشغف وحلموا به بوله وعملوا له بعناء وفي سبيله هرموا. ولا يساورني ريب بأن هذه الهبة الثورية القادمة هي امتداد لتلك المحاولات الانقلابية التي سبقتها متعثرة ومخفقة. ومن هنا ستجد في قيادة الجيش الشعبي من يحرض عليها، وآخرون ينحنون لها، وآخرون يتحالفون معها، ربما إيقانا منهم بأن لا جدوى من انقلاب عسكري لا تسبقه ولا تصحبه اعتصامات ومظاهرات شعبية تكون له ردءا وظهيرا اعتبارا بما سلف. ولكن أخطر ما في هذا التحريك إن العسكر بشكل عام، وبالذات هؤلاء الذين رضعوا ثقافة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الانفرادية وتشبعوا بفلسفتها الاستحواذية على وجه الخصوص من بقايا قادتها ومنظريها الأوائل، لا يعيرون أدنى اهتمام لإرادة الشعوب، يحركونها أولا ثم ينقلبون عليها ثانيا ليدوسوا رقابها بأحذيتهم العسكرية الغليظة. وهذا يعني ضرورة التفطن للمآلات والتأكد من أن فكر الجبهة الشعبية الإقصائي الذي نشأت عليه سلفا وفلسفت له قبلا ليس كامنا في عقلية من سيقف من قياداتها وراء هذه الثورة حين تندلع، وإلا كانت الطامة الكبرى. ومما يلزم طرحه للمناقشة تحسبا لهذا التوقع هو: هل شعبنا وقيادته الوطنية المفترضة في التخطيط للثورة على وعي بخطورة هذا الاحتمال؟ وما طبيعة الثورة التي نرومها اطلاعية تجتث النظام من جذوره وهو الخيار الأمثل في النهضة بالوطن على رؤية جديدة، أم ترميمية تتصالح مع دستور النظام المعتقل بعد الإفراج عنه لتتخذ منه منطلقا لها؟ وهذا ما يريده بعض منشفون نخبة الأكسومية. وفي هذا التباين دلالة على أن الأريتريين ليسوا على وفاق في تحديد طبيعة الثورة التي يريدون. ومن المهم بالنسبة لنا نحن المقصيين أن نعمم في أكبر قطاع عريض من شعبنا تصورنا لطبيعة الثورة التي نريد، وعلينا أن نتساءل بعد ذلك: هل شعبنا يستطيع المحافظة على طبيعة الثورة التي نريد كما عبأناه بها وحددناها له، وقادر على أن يمسك بها من أن تسرق منه وتسلب من بين يديه لتزور أو لتصبح رهينة أحد الأجنحة المتصارعة من قيادة الجبهة الشعبية التاريخية، يخادع ثم يراوغ ثم يستغل عواطف شعبنا الوطنية في تمرير أجندته الخاصة وتصفية حساباته مع خصومه، ثم يضرب علينا من جديد سنين عجاف كما ضربها أفواقي. ما الذي يمكن أن تفعله المعارضة الوطنية في الخارج ممثلة في المجلس الوطني لهذا الشعب لو هب سائرا حتى لا يكون ضحية استغلال ماكر من طرف ما أو من أجندة خفية؟ وما طبيعة الإسهام الذي يمكن أن نسهم به نحن النخبة في مواكبة نمو هذه الثورة نموا طبيعيا؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذه الثورة المتوقعة مع ما نحمل تجاهها من مشاعر جياشة وعواطف نبيلة وآمال عريضة وطموحات كبيرة، ومع ما يخالطنا إلى جانب ذلك كله من ظنون وشكوك في نوايا المتحالفين معها من قيادة الجيش، لا بد أن نحتمل ضمن هذه المخاوف وهذه الآمال ولو بقدر ضئيل مكر الدكتاتور نفسه لإجهاضها بصناعة ثورة كاذبة مغشوشة. ولأن هذا الافتراض وارد وغير بعيد مهما كانت نسبته ضئيلة. عند بعضنا أرى من الضروري أن تتهيأ المعارضة الوطنية ممثلة في المجلس الوطني للتعامل مع احتمال كهذا، وأن تبادر حينها وتعد له من الآن إلى إنشاء ما يشبه غرفة عمليات في ساحة المواجهة من فريق متخصص في تقصي الأخبار وتتبعها وتحليلها. وهنا ما أظن يغيب علينا إن من أهم آليات جمع المعلومات الدقيقة
تواصل كل تنظيم من تنظيمات المعارضة مع خلاياه العاملة في الداخل، وتزويد هذه الغرفة بما يحصل عليه من معلومات بغية تحليلها واتخاذ ما يلزم اتخاذه من خطوات عملية. وإنه لمن الأساسيات أيضا في هذه السياق في هذا السياق من جمع المعلومات التنبه للأخبار المزيفة التي يصنعها النظام ويضخ بها إلى الساحة من أجل التعمية على المعلومات الصحيحة في محاولة منه الإجهاض الثورة متى ما كانت فعلا ثورة صادقة نابعة من إرادة الشعب ومتحركة بإرادته لا مضللة وكاذبة. وإذا ما أكدت المعلومات حقيقة انتماء الثورة إلى الشعب وأنها ليست خديعة من النظام، يبقى التفكير الجاد في حمايتها من أن يوظفها جناح من أجنحة قدماء قيادة الجبهة الشعبية المتصارعين لصالحه وخفايا أجندته. فكثيرا ما تسرق الثورات وتزور وتصرف عن مساراتها الوطنية إلى مسارات أخرى بحيل مختلفة، وليس من ضمان لتحاشي ذلك سوى وعي الشعب ويقظة قيادته بأخذ التدابير اللازمة من الآن. وفي تصوري إن تهيئة جماهير المهجر القريبة من الوطن والملاصقة له للاحتشاد بأعداد كبيرة على مشارف حدود الوطن من السودان وإثيوبيا وجيبوتي، ثم تثويرها بالتدفق في لحظة مناسبة من لحظات اشتعال الثورة على نحو ممنهج، سيعطي لا محالة الثورة زخما إعلاميا وسندا قويا، ومن شأنه أن يحبط كل محاولات سرقة تستهدفها مسبقا أو لاحقا. وعلى كل فإن استراتيجية المعارضة في مثل هذا التوقع يجب أن تبنى على أسوأ الاحتمالات وتأخذ بكل الاحتياطات حتى تعمل بكل جدية ويقظة في حماية الثورة المتوقعة من الانزلاق إلى مسارات مدمرة أو مضللة خادعة وماكرة. ومن أجل ذلك يجب أن تتغلغل في أعماق مجريات الأحداث لتكون هي من يحدد ساعة الصفر وتطور من أدائها حتى تكون حصنا أمان لثورة التغيير الآتية، تتابعها خطوة بخطوة حرصا عليها من أن تخرج قبل اكتمال شروطها. ومعلوم إن كل ثورة تتحرك قبل اكتمال شروطها وانتفاء موانعها يكون مصيرها الهلاك كالطائر حين يطير ولما يتقوى جناحاه بعد. لابد أن تتقاذفه أيدي الصبيان وهلع النظام من الثورة القادمة حقيقة قائمة، وهو يخشى أن تباغته على حين استرخاء منه. لهذا لن يفتر من محاولة استدراج الثورة قبل نضوجها واكتمالها، وهذا بحد ذاته يعني أن الثورة باتت بالنسبة للنظام أرقا ومشكلة نفسية تقض مضاجعه وتقلق عقله وتربك أمنه، وهو كسب معنوي يفرض على المعارضة توظيفه في استثمار الأجواء الثورية وتصعيدها بتحويل حالة الهلع المعنوي للنظام إلى كسب مادي يفاقم من أرقه وقلقه ويعجل من ذهابه. ذلك إن نزوع النظام إلى استباق الثورة الصادقة بصناعة الثورة الكاذبة هو يقينا تأكيد لوجود عمل ثوري صادق لما ينضج بعد، وإنا وإياه على موعد. يقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، وما أظنني أحلم إذا ما قلت استشرافا. إنا على موعد مع فجر صادق يذهب بالفجر الكاذب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وإلى اللقاء. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.